طلعنا قلنا قبل كده استروب مدرب قوي جدا، ومدرب عنده تاكتكس وافكار عاليه جدا، ومحتاج شويه وقت. وفعلا بدات اشوف ان هو بدا يحط البصمه بتاعته، وبدا يعمل حاجه مع النادي الاهلي. وشفنا امبارح اداء ولا اروع في المغرب، وتعادل الاهلي 1-1. الاهلي دلوقتي في المركز الاول باربع نقاط، وبعدين جا افريكانز باربع نقاط. لكن يستروب ليه الفضل طبعا ان هو نشوف اداء زيزو، الاداء اللي احنا متعودين عليه، اداء تريزيجيه بن رمضان لما نزل عمل اسيست. فالناس دي كلها يعني يستروب عامل اداء معاهم ولا اروع، وليه الفضل طبعا في كل ده. والبصمه بتاعته باينه مع النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي محتاج صفقات عشان يعرف ينافس، زي المدافعين، اتنين مدافعين اقوياء جدا، وباك يمين طبعا غير محمد هاني اللي انا لحد دلوقتي مش مقتنع بيه. وكمان مهاجم غير محمد شريف، مهاجم قوي جدا يعرف يترجم عرضيات زيزو. وكمان يعني انا شايف ان جراديشار مش مهاجم اصلا. جراديشار يا مهاجم متاخر، يا وينج هيبقى افيد مع النادي الاهلي. ومهاجم قوي جدا هيفرق مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه، واتنين مدافعين. ولازم يستروب يشتغل على الحاله الدفاعيه كويس قوي في النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي في الحاله الدفاعيه مش احسن حاجه. واحنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده. لكن يستروب انا حاسس كده ان هو هيعالج الاخطاء دي في اسرع وقت، زي ما شفنا بيحط البصمه بتاعته في اسرع وقت. وان شاء الله نشوف النادي الاهلي بشكل احسن الفتره اللي جايه.